هنبدأ فيلمنا مع واحد اسمه بامبل، واللي بيكون خادم الكنيسة، وهو واخد طفل صغير للميتم بعد ما أبوه وأمه ماتوا. وبيكون الطفل ده اسمه أوليفر، ولما أوليفر بيدخل الميتم بيكون لازم يشتغل علشان يقدر ياكل وينام. وبيكون ده حال كل الأطفال اللي معاه، بس في يوم بيكون كل الأطفال خلصوا أكل ولسه جعانين بسبب إنه بيدوهم كمية أكل صغيرة مقابل الشغل اللي بيعملوه. فبيروح أوليفر مع الأطفال للإدارة وبيطلبوا منهم إنهم يزودوا الأكل شوية، فبيقولوا لهم إنهم هيعملوا قرعة واللي هيكسب هيكون الأكل الزيادة من نصيبه. وبيكسب أوليفر القرعة، ولما بيروح يطلب الأكل الزيادة بتاعه بيضربوه جامد. وبتكون دي لعبة هم عاملينها علشان يعرفوا مين اللي كان بيحرض الأطفال علشان يطلبوا أكل زيادة. وبعد كده بياخدوا أوليفر لمدير الميتم وبيقول له إنه هيشتكيه ويحبسه، بس القاضي لما بيشوف وش أوليفر وهو بيعيط بيعفوا عنه. وبياخدوا بامبل وبيبيعوا لواحد اسمه سوبري، وبيكون شغال في محل البيع التوابيت. وبياخدوا سوبري معاه البيت وبيكون بيعامله كويس عكس مراته اللي كانت مش بتطيقه. وفي مرة أوليفر كان رايح ينام فبيسمع صوت الباب وهو بيخبط جامد، ولما بيروح يشوف مين بيطلع ولد أكبر منه واسمه نوح، واللي بيكون شغال مع سوبري قبل ما يجي أوليفر. وبيفضل يقول كلام وحش لأوليفر، بس أوليفر بيسيبه ومش بيديله أي اهتمام. وتاني يوم بيكون أوليفر شغال وبيعمل كل حاجة، وبعد ما بيخلص شغل بيقفل المحل وبيشوف سوبري وهو باين عليه التعب من كتر الشغل. ولما بيروح أوليفر علشان يرتاح بيكون نوح قاعد معاه وعمال يقول عليه كلام وحش، لدرجة ان أوليفر بيتعصب جدا وبينزل ضرب في نوح. وبعد كده بيروح نوح ينتقم من أوليفر وبيشكي لخادم الكنيسة بامبل على اللي عمله أوليفر. ولما بيجي معاه بتكون مرات سوبري متفقة معاه وبيقول له ان أوليفر بيعمل مشاكل كتير، وبيكون كل ده قدام سوبري ومش مصدق ان أوليفر عمل كده، بس علشان بيكون مكسوف وخايف من بامبل بيقرر انه يعاقب أوليفر وبيضربه بالعصاية وهو باين عليه انه متأثر وزعلان على أوليفر. وبعد كده أوليفر بيعرف ان سوبري عمل كده علشان يساعده، وبيعرف ان لو قعد هيعمل له مشاكل، فبيقرر انه يروح لندن واللي كانت بعيدة عنه بحوالي 70 ميل، ودي مسافة مش صغيرة خالص. وبيبدأ أوليفر في رحلته، بس من كتر المشي اللي بيمشيه بيتعب وبيغمن عليه. وبتشوف واحدة عجوزة عايشة لوحدها فبتاخده وبتعمل له أكل. وبعد ما أوليفر بياكل ويرتاح بيقرر انه يرجع يكمل رحلته، وبيرفض انه يعيش مع الست العجوزة. وبعد اسبوع من المشي يوصل أوليفر للندن، ومش بيكون عنده مكان علشان يروحه ورجله مجروحة من كتر المشي، وبيكون قاعد بياخد نفسه لحد ما بيشوف طفل قده وهو بيسرق من الناس. وبيروح لأوليفر وبيتعرف عليه وبيسرق له عيش علشان ياكله، وبيقول له ان اسمه تشارلي وانه ممكن يعلمه السرقة علشان يقدر يعيش. وبياخده وبيروح للبيت اللي عايش فيه، وهناك بيقابل أوليفر أطفال كتير بيعرفوا يسرقوا زي تشارلي، وبيقابل فاجن المسؤول عنهم وبيتعامل مع أوليفر بلطف وبيديله أكل. وبيكون أوليفر مبسوط ومنسجم مع الأطفال اللي معاه، وبينام بالليل وهو مرتاح. وتاني يوم بيبدأ تشارلي وفاجن انهم يعلموا أوليفر فن السرقة، وبيكون أوليفر منبهر باللي تشارلي بيعمله. وبيكون مع فاجن بنتين وهم روز ونانسي، وبيكون أوليفر على طول قاعد معاهم علشان بيحبوه. وبعد كام يوم بيكون أوليفر اتعلم فن السرقة، وبيقول له فاجن انه مستعد لأول عملية سرقة ليه. فبيروح أوليفر مع تشارلي وواحد تاني، وبيكون أوليفر واقف بعيد وبيبص على تشارلي وصاحبه وهم بيسرقوا، بس صاحب المحل بيشوف تشارلي وهو بيسرق وبيطلع علشان يمسكه، وبيهربوا معاه أوليفر والناس بتجري وراهم لحد لما راجل عجوز ضرب أوليفر وقدر يمسكه. وبيشوفوا تشارلي بس مش بيقدر يعمل له حاجة، وبياخدوا أوليفر للمحكمة بس بيغمن عليه علشان كان عيان. وصاحب المحل بيشهد ان أوليفر مش هو اللي سرق، فبيفرج عنه القاضي. وبعد كده صاحب المحل بيصعب عليه أوليفر فبياخده البيت، وهناك بيتفق مع مراته انهم هيتبنوا أوليفر. وبعد كام يوم بيكون أوليفر حياته اتغيرت وبقى يلبس أفخم لبس وياكل أغلى أكل وبينام على سرير مريح. وبيقرر صاحب المحل انه هيدخل أوليفر أكبر مدرسة علشان يتعلم. بيكون فاجن قاعد بيضرب في تشارلي علشان كان السبب في ان أوليفر يتمسك، وبيكون خايف لا يعترف للشرطة على مكانهم. في الوقت ده بيجي صاحب فاجن واللي بيكون مجرم خطير، وبيقرر انه لازم يخلص على أوليفر قبل ما يبلغ عنهم. فبيبعتوا نانسي للضابط اللي قبض عليه، وهي هناك بتعرف منه ان أوليفر القاضي أفرج عنه، وكمان صاحب المحل اتبناه. تيجي فكرة لنانسي انهم ممكن يسرقوا القصر اللي عايش فيه صاحب المحل ويبقوا اغنياء. وبعد كده بيفضل صاحب فاجن يراقبه لحد ما في يوم بتمسكه روز وهي بتعيط وبتفضل تحضن فيه وبتقول للناس انه ابنها كان هربان منها. وبعد كده بيرجع أوليفر لفاجن بس بيقرر انه يهرب منهم علشان يبلغ البوليس، بس بيقدروا يمسكوه وبياخدوا فاجن وبيحبسوا في أوضة وبيحط عليه مراقبة. وبعد كام يوم بيدخل فاجن ومعاه أكل الأوليفر وبيطلب منه انه يساعدهم انهم يدخلوا القصر، وبياخدوا فاجن وصاحبه. بس قبل ما أوليفر يدخل القصر
ويرفض انه يساعدهم علشان صاحب القصر ساعده، بس صاحب فاجن بيهدده انه هيقتله لو ما نفذش كلامه، وبيدخل من شباك القصر الصغير علشان يفتح لهم الباب الكبير. بس اول ما بيدخل اوليفر بيعمل دوشه علشان صاحب المحل يصحى، بس صاحب فاجن واللي معاه بيقدروا يدخلوا من الباب. وساعتها اوليفر بيصرخ وبيصحي كل اللي في القصر، وبيطلع صاحب المحل ومعاه بندقيه وبيضرب بيها. ولما بيحاول اوليفر يهرب منهم ويطلع لصاحب المحل، بيضربه صاحب فاجن في دراعه وبياخده وبيرجع بيه البيت، وبيطلب منه انه يعالجه ويطلع الرصاصه من كتفه. وتاني يوم بيكون صاحب فاجن عيان وقاعد في السرير، وبيقول لفاجن انه اول ما يخف هيقتل اوليفر على اللي عمله. وبتسمعه نانسي وهو بيتكلم وبتحط له منوم في الدواء علشان ينام، وبتقرر انها لازم تساعد اوليفر علشان بتحبه وبتعتبره زي اخوها الصغير. وتاني يوم بتروح القصر بتاع صاحب المحل وبتدي لهم عنوان مكان يقابلوها فيه. وبالليل بيروح صاحب المحل في المكان اللي قالت له عليه نانسي، وبتقول له على مكان فاجن وانه اوليفر محبوس هناك وممكن يخلصوا عليه في اي وقت. وبتقول له انه يبلغ البوليس علشان اوليفر مش لوحده ومعاه اطفال كتير زيه. في الوقت ده بيكون في طفل تبع فاجن بيتجسس على نانسي، وبيروح يقول لفاجن على اللي سمعه، فبيهرب فاجن الاطفال علشان الشرطه لما تيجي ما تلاقيش حد. وبيروح صاحب فاجن وبيقتل نانسي علشان خانتهم. وتاني يوم بتكون الاخبار انتشرت في كل حته، وبيقولوا ان فاجن هو اللي خطف اوليفر. وبتقول الاخبار ان البوليس لما راح ملقاش حاجه غير جثه بنت كانت في المكان، وان اللي قتلها هو شاب معاه كلب ابيض. وبينشروا الاخبار دي في كل حته، وان اللي اتعرف على المجرم يبلغ عنه. وبيقول له صاحب فاجن انه يخلص على الكلب بتاعه علشان الناس ممكن تعرفه بيه، بس قبل ما يخلص عليه بيحس بيه الكلب وبيهرب منه ومش بيقدر يجري وراه لان الناس كلها بقيت عارفه اوصافه. وبيكون فاجن واللي معاه متضايقين من اللي عمله صاحبهم وانه قتل نانسي من غير ما ياخد راي حد. في الوقت ده بيكون الكلب جاب الناس والبوليس لبيت فاجن، واوليفر اول ما بيشوفهم بيطلب منهم انهم يساعدوه، بس صاحب فاجن بياخد اوليفر على انه رهينه وبيفضل يمشي بيه من فوق البيت، وبينط من البيت اللي فيه لبيت تاني بالحبل، بس بيطلع الكلب بتاعه وبيناديه، فبيقرر انه يرجع له بس رجله بتتزحلق والحبل بيتلف حوالين رقبته وبيشنق نفسه. وبعد كده بتطلع الشرطه وبيقبضوا على فاجن والعصابه بتاعته، وبيرجع اوليفر لقصر صاحب المحل والعيشه بتاعته تاني، بس بيفضل يفكر في فاجن وانه مش شخص سيء علشان كان بيعامله بلطف، لحد ما بياخد صاحب المحل وبيروح يزوره فاجن في السجن. ولما بيخرج من عنده بيقرر انه هيدور على الاطفال اللي كانوا معاه ويساعدهم، وبيكمل حياته مع صاحب المحل. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه. كان معاكم محمد نور.